السلام عليكم حبايبي. دلوقتي انا عايزه اتكلم في حاجه مهمه. انت لما بتروح تجيب بنت الحلال من بيت اهلها على اساس ان انت هتستتها وتعززها وتقعدها وتخليها هانم كده وتخليها كده ايه ما حصلش يعني، وبعد كده تتفاجأ هي طبعا غلطانه، وبعد كده تتفاجأ ان هي اتجوزت في بيت عيله. هي طبعا هي عارفه ان هي تتجوز في بيت عيله، بس بيت عيله بمعنى ايه؟ ان انت حضرتك بتاخد مصروف من ماما ومن بابا، ومخلي بابا وماما دخلين في حياتك ومحشورين في حياتك، ومراتك بتعمل ايه وتسوي ايه وما تسويش ايه. ليه؟ ليه؟ ما انت في بيتك مع اهلك، قول لهم كل واحد في حاله، كل واحد في حاله. اجيب لها ما اجيب لهاش، والله ده حقها عليا، ده حقها اللي انا اجيب لها. ما لو انا ما جبتلهاش مين هيجيب لها؟ لو انا ما جبتش لمراتي وعززتها وكرمتها وستتها، مين هيستتها؟ ما هي ست امك دي ست زيها. اللي بتقولك ما تجيبلهاش ولا ما تعملهاش، ما هي ست زيها. ما تجيب لها، جيب لها، يمكن ربنا يعطيك من عنده من فضله ويزيدك. لما انت تديها وتزيدها وتهننها وتستتها، ما ربنا هيزيدك وهيكرمك. الستات على فكرة حاجة طيبة جدا. هو انا مش عشان ست يعني فتفتكروا بقى ان انا ايه بتكلم اني بدافع. لا، انا ما بدافعش، بس انا ليا صاحبتي بتكلمني فحكت لي مشكلتها، يعني مشكلتها. السلام عليكم حبايبي. دلوقتي انا عايزه اتكلم في حاجه مهمه. انت لما بتروح تجيب بنت الحلال من بيت اهلها على اساس ان انت هتستتها وتعززها وتقعدها وتخليها هانم كده وتخليها كده ايه ما حصلش يعني، وبعد كده تتفاجأ هي طبعا غلطانه، وبعد كده تتفاجأ ان هي اتجوزت في بيت عيله. هي طبعا هي عارفه ان هي تتجوز في بيت عيله، بس بيت عيله بمعنى ايه؟ ان انت حضرتك بتاخد مصروف من ماما ومن بابا، ومخلي بابا وماما دخلين في حياتك ومحشورين في حياتك، ومراتك بتعمل ايه وتسوي ايه وما تسويش ايه. ليه؟ ليه؟ ما انت في بيتك مع اهلك، قول لهم كل واحد في حاله، كل واحد في حاله. اجيب لها ما اجيب لهاش، والله ده حقها عليا، ده حقها اللي انا اجيب لها. ما لو انا ما جبتلهاش مين هيجيب لها؟ لو انا ما جبتش لمراتي وعززتها وكرمتها وستتها، مين هيستتها؟ ما هي ست امك دي ست زيها. اللي بتقولك ما تجيبلهاش